ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي في مطبخ حبيبة للأكلات والحلويات. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، توحشوني من الفيديو للتاني والله. النهاردة بقى هعمل معاكم إيه؟ سمك بوري، بس هعمله وهعمل معاه كمان سمكة بلطي. هي دي طبعا كبيرة، تمام؟ مش عارفة هي باينة في الكاميرا إيه، بس دي كبيرة، عشان كده أنا هعمل منها إيه؟ هعمل واحدة ماشي جنب ده، عشان أنا ما بحبش ده ياكل من ده، ما بحبش البوري ياكل من البلطي، عشان يبقى كله ايه، اللي عايز حاجه منها ياكلها، كل واحد اللي هو عايزه ياكله، تمام؟ فانا كده ايه هعمله، بس هعمله بقى بطريقه جميله بقى، هعمله صينيه. يعني بجد السمك البوري ده بيتعمل صينيه بيبقى حكايه، بيبقى جميل يعني، غير التاني، غير العادي في المشوي وفي المقلي وفي، بس الصينيه ده بيبقى روعه. البوري احسن حاجه فيه الصينيه. انا جبت اهوت كيلو ونص سمك بوري، تمام، وقطعته. بصوا جماله، بصوا متقطع قشطه، غسلته وريحته والله بسم الله ما شاء الله. تاكل حي، حي ايه تاكل ني، بقول حي يتاكل ني، جميل والله. بس طبعا قبل اي حاجه وهتنسوني في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ده لو عجبتكم بس الحاجات البسيطه اللي انا بعملها. هقول لكم دلوقتي كده المكونات. انا هنا عملت هنا ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. دي عملت خلطه ماشي، حطيت فلفل وتوم وكمون وشطه وبابريكا. الخلطه دي عملتها عشان خاطر اسقي بيها ايه السمك، عشان انا لما بعمله صينيه ما بعملهوش ني، لا هو في ناس بصراحه انا بديه نص قليه الاول، بقليه نص قليه وبعد كده بعمله صينيه عشان يبقى ماسك نفسه. فانا عملت الخلطه دي اهو. انا كده ببقى ايه، ببقى عاملاها ومخزناها اهو، الخلطه في البرطمان ببقى عاملاها ومخزناها، بطلعها على قد الايه يعني، وقت ما اجي استخدم السمك بطلع الخلطه دي، تمام. انا طلعتها بس عصرت عليها ليمون وحطيت عليها كمون وبابريكا والشطه والثوم والخل طبعا اساسي. دي انا ايه هعمل بيها دلوقتي، يعني اعمل بيها الاول بس كده عشان ايه، اعملها الاول عقبال لما نعمل بيها. انا لسه هحط خلطه تاني، بس دي بس مبدئيا يعني ايه، حاجه بسيطه كده اقلي بيها ايه السمك. احطها معاكم وبعد كده اقول لكم بايه المكونات. احط هنا بس السمكيه دي كده، خليها بقى ايه تتشرب كده مع نفسها. بعد كده اقول لكم ايه بقيه المكونات الحاجه، عشان عبال لما اقول لكم بقيه المكونات تكون اتشربت ايه شويه من الخلطه. بصوا والله شكلها خلاص كده عملنا المهمه دي. بصوا شكله روعه. خليه بقى كده يتشرب شويه لما اقول لكم بقيه المكونات. المكونات اللي هحطها على الصينيه، بصوا انا قطعت هنا بصلايه، تمام، بصل، وادي فلفل برده من الخلطه اللي قلت لكم عليها، وده توم، تمام، التوم اهو، توم مفروم وليمون. دي هحطه على الصينيه. نجيب بقى بقيه المكونات. هنا قطعت هنا طماطم، تمام، ايه دي باينه دي اهي، اشيلها. قطعت هنا طماطم، وهنا فلفل اصفر وفلفل اخضر وفلفل احمر، يعني فلفل الوان، ومعاه طماطميه اهو، طماطميه مع ليمونه، تمام. دي بقى المكونات اللي هحطها على الصينيه. بس الاول اقليه نص قليه، انا هقليه معاكم اهو. نبدا نقليه نص قليه هوريكم. نعمله بالدقيق كده اهو، نديه بس ايه نص تحميره. خفيفه خفيفه اهو، عشان يبقى ماسك نفسه مش اكتر. اهو سيبوا بقى ياخدوا ايه قليه كده، تمام. انت ما تقلوش اللي هو القليه الكامله، لا يعني دي يا دوبك بس ايه نص قليه كده، وبعد كده نطلعه. انا هسيبه بقى كده لما يتقلي، وبعد ما اقليه بقى كده كله هوريه لكم ونعمل مع بعض الصينيه. ده بقى كده انا خلاص قليت السمك. بصوا جماله، بصوا شايفين؟ انت ممكن تاكلوه كده برضو،
تمام. لو انتوا عايزين برضه تاكلوه كده ماشي، مفيش مشكله. دي الخلطه اللي عليه بيبقى طعمه حلو برضه. عايزين بقى نعمله الصينيه كده، نعمله الصينيه مع بعض. يلا نبدا. هنعمل الاول بقى نرص السمك كده في الصينيه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا والله شكله يفتح النفس بجد. كويس اهو، تمام على ده. تمام. بس كده رصيناه. نعمل بقى الخطوه الجايه بقى كده خلاص رصينا في الصينيه. نجيب بقى الخلطه اللي احنا قلنا عليها، اللي هي عباره عن عباره عن طماطم وفلفل الوان والليمون، وهنا البصل والفلفل المفروم. الخلطه اللي قلت لكم عليها بعملها، والثوم. قبل بقى ما نعملهم، قبل ما نحطهم عليها، نروح جايبين طبق ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نشيل كده الليمون ونحط بقى الخلطه كده طبق بقى كده كبير، ونحط الخلطه دي كده برضو عليها، اللي هو الثوم والفلفل والبصل. نقلبهم كده كويس مع بعضيهم، ونحط عليهم الملح. ادي الملح كده اهو. انا حبيت انا كان ممكن احطهم عليهم، بس انا حبيت احطهم كلهم واخلطهم مع بعض عشان الملح والخلطه اللي انا عاملاها كلها تتشرب من بعضيها كده. حطينا. نحط بقى الكمون، وادي الكمون. بصوا الكمون والليمون والملح. روح السمك. نعصر بقى الليمون كده. الليمون الايام دي لما يكون مفيهوش ميه كده اهو. ده ليمون حلو كده. نقلبهم كلهم مع بعضيهم كده. نبدا بقى نحطهم على الخلطه كده. بصوا منظرهم. عايزه تديهم الاول على النار. بص شكلها زي ما شكله كده مش يفتح النفس. بص جمالها والله شكلها روعه. وجنبها بقى شويه الرز بقى وطبق السلطه. احلى غدوه، مفيش احسن من كده. هروح احطها في الفرن. عايزه تحطيها على النار شويه فوق، تاخد لها غلوه كده، وبعد كده تحطيها في الفرن. تمام. عايزه تحطيها في الفرن على طول براحتك. هروح انا بقى احطها دلوقتي على النار، تاخد لها غلوه، بعد كده احطها في الفرن واطلعها واوريها لكم. جمال يا جماعه. خلصت السمك. بصوا حبايبي، بصوا جماله. بصوا استوى. بصوا شكلها عامل ازاي. طب الذمه دي منظر صينيه السمك دي مش تفتح النفس؟ مش تخليكم تقوموا تعملوها وتجربوها؟ صدقوني رهيبه وهتعجبكم قوي. والطريقه اللي عملتها سهله وبسيطه خالص، ومكوناتها كلها موجوده عندكم في البيت. عملت بقى جنبها طبق سلطه، وعملت السمكيه اللي قلت لكم عليها. بصوا جمالها السمكيه. وعملت رز ابيض. شايفين الجمال؟ وادي صينيه السمك وجمالها. مش ناقص بس غير حاجه واحده، ان انتوا بس تتفضلوا معانا. وكل اللي انا هقوله لكم اتفضلوا معانا وبألف هنا.